بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. هنكمل فيديوهات تنظيف التلاجة، وهننضف التلاجة نفسها. المقطع ده من الفيديو انا هنضف بس باب التلاجة. ليه؟ لانه محتاج عناية زي ما قلنا، عشان بننضف الكاوتش المحيط بباب التلاجة، وبننضف كمان الباب نفسه، وبنغسل الارفف. انا عملت الخطوة دي وغسلت الارفف اهي، غسلتهم وسايباهم يجفوا. بغسلهم برضو بالبريل والخل على الحوض بالصابون غسيل الاواني، بريل وخل، زي ما بغسل الاواني عادي جدا بالليفه، وبغسلها كويس قوي قوي، وبسيبها تصفي شويه، وبعدين اجففها كويس جدا. اوكي اوكي. بالنسبه بقى للباب التلاجة، هنبدأ ننظف فيه نغسل فيه برضو بنفس الخلطة اللي عملناها للفريزر في الفيديو اللي فات. البريل اللي هو بتاع غسيل الاواني، او الفيري، اي حاجة بتستعمليها لغسيل الاواني، ومعاها الخل. انا حطيت نص كوباية خل، عليها معلقة بريل او فيري، اي صابون غسيل مواعين، مش هحدد لك حاجة، وبحطهم في البخاخ اهو، وهننضف بيه دلوقتي. وقلنا الفوط اللي احنا استعملناها برضو اللي في الفيديو اللي فات، الفوط بتاعة التلاجة مخصوص للتلاجة. هبدأ دلوقتي بقى ننضف ونشوف هنعمل ايه. هنبدأ زي ما بدأنا في باب الفريزر. ادي الطبق اللي فيه الكلور، وادي الفرشة، وهنبدأ نعمل زي ما عملنا بالظبط الكاوتش. من هنا هنقلب كده من جوه وننضف. هنشوف ازاي. هاخد برضو من فوق لتحت وهبدأ انضف. هعمل من بره الاول، شايفين اللي فوق ده، من هنا همشي عليه كده رايح جاي، وهنضف من بره كده زي ما قلت لكم. في باب الفريزر مهم قوي 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 تنظيف الكاوتش ده. وبعدين اقلب، وهعمل التلاجة نفسها، الباب نفسه، وبعدين هعمل الكاوتش نفسه من جوه كده، اوصل كده للحتة دي عشان متبقاش فيها اي حاجة. كل التنايات اللي موجودة دي الفرشة توصل لها بالكلور. كلور خفيف، مش تغرقوا الدنيا يعني، خفيف خالص، بس نتأكد ان وصل الكلور لكل جزء. بالشكل ده. بره وجوه. بقلب الكاوتش واعمل كله 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 حاجات يعني بسيطة، بس هتفرق كتير في نظافة التلاجة وتساعدك في التنظيف، وهتخلي مودك حلو على فكرة. احساسك انه كل حاجة تمام، متظبطة ونظيفة، احساس داخلي كده من جوانا. وانا الحقيقة قصدت اعمل معاكم تنظيف التلاجة جزء جزء، ومع بعض كده في حملة نظافة زي ما قلت لكم قبل الشتاء. مهم قوي المطبخ بالذات نهتم بيه ونكتر من نظافته الدورية، حتى ولو هنعمل كل يوم حاجة زي ما عملنا، بس المهم ان احنا نهتم بالنظافة دي.
ننساش الباب من تحت، الكاوتش من تحت. انا كده وزعت خلاص الكلور على الباب كله، على الكاوتش اللي بيحيط بالباب كله. خلصت كده انا خطوة الكلور. هبدأ بقى اشوف باقي الخطوات. نبدأ بقى ننظف التلاجة على بال ما الكلور يفضل شوية موجود عشان يشيل اي حاجة تكون موجودة. هبدأ انظف بقى. ده المكان عندي مش متحرك بتاع البيض، مش ما بيتحركش، ما بيتفكش، يعني موجود ثابت في الباب. فانا بنضفه وهو مكانه زي ما هو. ولكن انتوا شايفين، هوريكم كمان. بصوا انا لسه ما نضفتش حاجه، بس انا بهتم بالبيض. بعمل ايه؟ ودي اخر حاجه انا وصلت لها، يعني انا ما كنتش بعمل كده فعلا قبل كده، بس دي اخر حاجه وصلت لها وهوريها لكم الاول. البيض لما بجيبه اهو، لما بجيب البيض بفضيه في طبق، بوله كبيره زي دي، تاخد الكميه يعني الموجوده، بس تكون متغطسه مش زي دي، يعني يكون البيض داخل جواها، ما يكونش طالع لبره كده. وبحط شويه ميه عاديه من الحنفيه، ميه عاديه مش سخنه، ميه بارده عاديه، وبحط معاها معلقتين خل مع كميه الميه دي، معلقتين 3 حسب كميه الميه يعني والبيض. وببدأ بقى بجيب بغسل باخد البيض وبغسله في الميه دي بالراحه خالص. تعاملوا معاه طبعا بالراحه، ده بيض، بالراحه واحده واحده كده. وبورق المطبخ، ورق المناديل المطبخ العادي، تبداي تجففيه خالص وتسيبيه على فوطه نظيفه. هو هيكون طبعا اتطهر وبقى زي الفل من الخل من بره. سيبيه على الفوطه ثواني، هيبقى ما فيهوش اي اثار للميه. رصيه بقى تاني عادي في الرف بتاعه عادي جدا. ما ترصيش البيض وتحطيه في الثلاجه وهو مش نظيف، لازم يتنضف ويتطهر، والا هيملى الثلاجه بكتيريا، دي اكيد. مش افوره مني والله، بس هو ده الحقيقي بجد. هجيب بقى الخلطه بتاعتنا، الخل والبريل، اي صابون اواني، وبالليفه. هو الحقيقه انا هنا مش محتاجه دعك، يعني انا مجرد بس ايه همشي عليها بالفوطه، لكن الاجزاء اللي تحت هعمل بالليفه. هنضف هنا الاول، هرش بس كده ايه، رشه كده، وبعدين بفوطه تكون منديه هبدا بقى انضف مكان البيض كده. هو اصلا نظيف عندي لاني بنضف البيض، ولكن انا بنضف التلاجة وعايزاها كلها تبقى نظيفة زي الفل، مفيش فيها اي حاجة تشككني يعني. زي ما انتوا شايفين وشفتوا معايا في فيديو الفريزر، انا ما بستعملش الكلور جوه التلاجة الا في اماكن محتاجة مجهود شوية، او فيها اجزاء مش نظيفة ومحتاجة تتطهر. اجي برضو بالفرشة، وفي الاماكن الضيقة دي مثلا او اماكن محتاجة تنظيف، لو هي كبيرة هدعكها بالليفة العادية، ولو هي صغيرة مش هقدر اوصل لها يبقى بفرشة الاسنان. نظفت مكان البيض، هكمل بقى الارفف اللي تحت. هنضف معاكم مكان رف واحد وهوريكم والباقي بقى ايه نضفوه انتوا. هنضف هنا او هجفف في الاخر برضو بالبخاخ، هرش كده. ومكان الرف رف مسحي رف نضفي مكانه رف اهو. دي الفوطة المندية شوية، نضف كده الباب
الباب كمان مهم قوي، باب التلاجة ما نستهنش بيه. في اماكن هنا ضيقه، لو مش قادرين توصلوا لها بنعمل ايه؟ بفرشه الاسنان زي ما اتعودنا. ولو برضو مش عارفه تنضفي مكان التنظيف اللي انتي نضفتيه بالفرشه ومش قادره بالفوطه توصلي، فاكرين قطن الودان؟ بقطن الودان ونبدا ننضف في الاماكن الضيقه اللي مش قادرين نوصل لها. انا كده خلاص نضفت هنا، هكمل باقي الارفف ونرجع نكمل الباقي الباب. زي ما انتم شايفين نضفت الباب كله بالخل والبريل بقى زي الفل. طب انا هعمل ايه بقى؟ هبدأ بقى اجفف التلاجة بفوطة التجفيف اللي هي ناشفة تماما. هبدأ اجفف بيها بقى التلاجة كلها، كله بجففه. لازم تجفف كويس عشان نتأكد انها بقت نظيفة زي الفل. في اماكن بقى قلتلكوا عليها، انا عندي مثلا مكان زي ده مش قادرة انضف واشيل اثار البريل والخل منه، بقطنة الودان هعمل كده خلاص بتشيلي كل حاجة. عايزة بس اقرب اوريكم عشان تبقوا شايفين. بصوا انا عندي اماكن زي دي كده بقطنة الودان انا الفوطة مش قادرة توصل، وبنضف الجزء ده كده زي هنا مثلا اهو مش قادرة اوصله فهعمل كده هنا كمان، وهكذا. هكمل التجفيف كله لباب التلاجة بنفس الفوطة الجافة. لازم تكون جافة تماما، ما تبقاش فيها اي حاجة. سامعين الفوطة بتزيق ازاي في الباب؟ كتر ما هو نشف وبقى جاف زي الفل. في جزء بقى مهم قوي لازم نعمله، هوريهولكوا الاول. ايه هو الجزء ده؟ الجنب ده والجنب اللي زيه من الباب اللي هنا ده هننضفه برضو، هنشوف هننضفه ازاي. هبدأ بقى انضف اثار الكلور اللي موجودة في الكاوتش الاول قبل ما اعمل الاجناب. الفوطة الخاصة بالكلور اللي موجود جوه هنا ده زي ما اتعودنا، باخد الطرف بتاعها وبرشه بالخل والبريل، وهبدأ امشي داخل وخارج الاماكن اللي انا عملتها كلها بالكلور. ابدأ اشيل اثار الكلور اللي انا عملتها وانضف واشيل كل اللي الكلور طلعه ونضفهولي في الباب. انا همشي خارجي الاول اهو، التنايات دي كلها بدخل كده وبنضف كل التنايات دي. كلور ان شاء الله يبقى قادر على انه ينظف اي حاجة تكون مش نظيفة، وبيجي بعدها دور الخل مع البريل او اي سائل تنظيف اواني انه يشيل اثار الكلور باثار التنظيف اللي حصلت كلها. دخل كده بصباعي، بصوا بصباعي كده بمشي هنا كده عشان انضف واشيل كل اثار الكلور. شايفين؟ بصوا كلور بيشيل كل حاجه. الجنب التاني
عشان ما اطولش عليكم انا هكمل الجنب التاني وارجع له. خلصت انا خلاص كل الكاوتش ده، نضفته بالخل والبريل عشان اشيل اثار الكلور بالفوطه، وهبدا اعمل بقى الاجناب دي بالفوطه المنديه، شويه ميه ومعصوره. خل جميل مع البريل، خلي بيخلي كمان بيشيل اي روايح غريبه في الثلاجه مع التنظيف. خلاص كده هجفف بقى بفوطه التجفيف، فوطه ناشفه تماما، وهجفف كمان الكاوتش من الداخل والتنايات دي تحسبا انه يكون لسه فيه اي اثار لاي حاجه. يبقى كده انا اتاكدت انه انا جففت كله كله كله. خلاص كده كله بقى جاف وزي الفل ونضيف. سامعين بيتزيق ازاي؟ زي الفل، كلها بقت نضيفه جدا. هشوف بقى الارفف بتاعتي جفت ولا لا، وهجففها كويس قوي وارجع. تعالوا بقى نركب الارفف. انا جففتها كمان بعد ما هي صفت، شفتها كويس قوي لاني هفرش فيها ورق المطبخ، فانا جففتها كويس جدا وهركبها بقى في اماكنها. ده الرف الاول. عايزه اقول لكم على حاجه، يعني لو انتي لسه عروسه جديده، قبل ما تبداي في تنظيف اي حاجه اقري الكتالوج الخاص بيها وشوفي، بيبقى فيه تعليمات وارشادات خاصه بتنظيف الاجهزه اي حاجه، واتبعي اللي هو بيقولك عليه علشان تبقي في السيف في الامان. هاخد بقى ورق المطبخ وتقريبا هاخد المقاس بتاع الرف بتاعي بالشكل ده، هتنيه عشان يبقى على نفس مقاس الرف، واحط كده. لو في زيادات مفيش مشكله خالص، تتنيها على جوه او على بره او حتى تسيبيها زي ما هي كده، بس انا هتنيها احسن عشان تريحني اكتر. انا بقى اقلع الجلافز اني مش عارفه اعمل اي حاجه في مع ورق المطبخ. اقلع الجلافز احسن نعرف نشتغل. اوكي، وهاتلي بقى الجنب التاني ده كده. كده ده بقى نضيف زي الفل. ناخد الرف التاني ونجيب بكرة مناديل تانية لان دي كده خلصت. هحط ده ده هو الجواب ده مرة كده. هاتني برضو هجيب انا بكرة مناديل تانية دلوقتي واكمل الرف اللي تحت. نكمل بقى اخر رف برضو المقاس خالص. اخر رف اللي هو تحت هاتني برضو حسب بقى انتي مساحة الرف بتاعك، هتقطعي الورق على كده. خلاص
الباب كله فرشته بورق المطبخ. عايزه اقول لكم على حاجه، زي ما قلت لكم على موضوع البيض ان احنا بننضفه قبل ما بنحطه في مكانه، كذلك لو انت جايبه اي معلبات او اي حاجه من حاجات اللي هي بتتحط برطمانات، كاتشب والحاجات اللي هي بتتحط في التلاجة، او حتى ازايز الميه اللي انت بتحطيها في التلاجة، ازايز الميه بعد ما بتملي الميه بتاعتها وهتحطيها في التلاجة، جففيها بفوطه من فوط اللي هي بتاعه تجفيف المواعين، وحطيها عشان ما تبليش المناديل، او حتى لو ما فيش مناديل ما تبليش التلاجة، بتعمل بقع وبتعمل حاجات مش كويسه. جففيها بالفوطه وحطيها، مش هتاخد معاكي ثواني. والمعلبات او اي حاجه هتجيبيها زي كاتشب، مستردة، مايونيز، الحاجات اللي هي بتتحط في التلاجة، عسل، مربات، اللي هي بتتحط في الرف او حتى في التلاجة، لازم تتنضف كويس قوي بفوطه يكون عليها شويه خل، او حتى من اللي احنا بنستخدمه دلوقتي اللي هو البريل مع الخل ده، او جنرال مع الخل، مفيش مشاكل، بس بلاش الجنرال في الحاجه اللي بتدخل التلاجة، خلينا في البريل والخل. وتنضفيها من بره كويس قوي قبل ما تحطيها، لان الحاجات دي بتبقى موجوده في الماركت وفي المحلات البقاله، وزي ما قلنا احنا عايزين نحافظ بقى على مطبخنا نضيف، فننضفها بيها ونحطها في الباب. بالشكل ده هيفضل باب التلاجة زي الفل، وكل حاجه فيه نضيفه زي ما انتي شايفه. اهم حاجه وباكد عليها ان احنا ما نستعملش اي حاجه غير الكلور والخل ومسحوق غسيل اواني اللي هو البريل او فيري او اي حاجه انت بتستخدميها. اي حاجه تانية زي الديتول، الجنرال، الحاجات دي كلها ليها روايح تمتصها التلاجة وتخرجها على الاكل. هشوفكم فيديو جديد لكليفر مامي، نكمل جزء التلاجة الداخلي نفسه. هشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.